إذا بتفتح خرائط جوجل هلا رح تشوف إنه في حرائق باللاذقية وبهاتاي وبأزمير وبأثينا وباسطنبول وبإسبانيا وبإيطاليا. بنفس هذا الوقت بيطلع لك كم واحد قذر حقير طائفي بيتهم طائفة بأكملها إنه هي عم تفتعل هي الحرائق. ما بعرف ليش، يعني أنا بستغرب كيف في حدا ممكن يحرق أرضه وزراعته وبيته مشان هيك ينبسط، يمكن يستهج ويشوف النار. غريب، ما بعرف. بنفس الوقت بيتبنى تنظيم أنصار السنة هي الحرائق وبيقول إنه هن اللي افتعلوها، يلي هو نفسه هذا التنظيم قبل بفترة هدد الرئيس أحمد الشرع باغتياله. الموضوع حقا متداخل، يعني أنا ما بعرف كيف الطبيعة بتقول حرائق موسمية وكيف كم واحد طائفي بيتهموا طائفة بأكملها، وبنفس الوقت بتبنى تنظيم تكفيري حقير هي الحرائق. الموضوع حقا متداخل ببعضه. يلي بدي أقوله إنه أنا الزلزال والحرائق والموت ما بيتبنوا أبدا لطائفة ولا عنصر بشري، إنما لما بيهجموا على الكل وبيحرقوا الكل. الشيء الوحيد اللي نحن ممكن نطالب فيه دولتنا بانه نحن يكون عندنا حوامات، يكون فريق الاطفاء تبعنا حقيقه على يعني اتم الاستعداد لتطفية هي الحرائق، يكون عندنا فريق كبير وواسع وبيشمل اللي كانوا من زمان والخوذ البيضاء واللي راح يجوا، يكون نحن جاهزين لهي الحرائق، نشتري كم حوامه، يكون عندنا تطور بهذا المجال. لانه الحرائق الموسميه حقيقه على بحر المتوسط بظل الاحتباس الحراري هي حرائق عم تتم كل سنه وعم تحرق كثير من الهكتارات. الحقيقه يلي نحن كمان لازم نطلبها اليوم وطلباتنا من الدوله انه هدول الناس اللي خسروا اراضيهم الدوله تساعدهم، تتكفل فيهم، يتم حملات لإعادة تشجير هي المناطق اللي احترقت، نساعدهم بمواسمهم اللي راحت من أي طائفة كانوا، ما بيهم. المهم هي البلد سوريا للسوريين ولكل السوريين بغض النظر عن طوائفهم وبس.